كان بريطانيا احتلت اليمن الجنوبي وأرادت ترتحل تحتل اليمن الشمالي، فقام أحد القضاة والعلماء والكبار والشعراء اسمه يحيى الإرياني، يحيى بن محمد الإرياني، فطلب خطبة الجمعة وخطب في اليمنيين، وكان الجيش حاضر في الشمال، وكانت طائرات الإنجليز تضرب اليمن، فقال قصيدته المشهورة يدعوهم للجهاد ولمصاولة العداء وعلو الهمة، ويخاطب الإنجليز يقول: يا بريطانيا رويدا رويدا إن بطش الإله كان شديدا، إن بطش الإله هلك فرعون وعادا من قبلكم وثمودا، لا تظنوا هدم المدائن يودي عزمنا أو يلين بأسا صليدا، إن تبيدوا من البيوت بطياراتكم ما غدا لدينا مشيدا، فلنا في الجبال تلك بيوت صنعتها أجدادنا لن تبيد، فالنزال النزال، يقول الطيارين كنتم رجال انزلوا في الأرض، فالنزال النزال يعني سوف نجعله مقبر الغزاة، فالنزال النزال إن كنتم من لدى الحرب لا يخاف البنود، لتروا من يبيت منا ومنكم موثقا عند خصمه مصفودا، ما خضعنا للترك. يقول الدولة العثمانية ما احتلتنا وهي دولة مسلمة، ما خضعنا للترك مع قربهم في الدين منا، فكيف نرضى البعيدة ونهم في الأنام أشجع جيش فسألوهم هل صادفونا فهودا، أفترجو إن كلترا في بلاد الله تبا لسعيها أن تبيد كذبت والإله، ما كان إلا بعد أن لا تبيدنا نبيد بعدما أن تسفك الدماء على الأرض ونروي سهولها والنجود، ثم جاء الهمة العالية يا بني قومنا سراعا إلى الله مباشرة، فقد فاز من يموت شهيدا، سارعوا سارعوا إلى جنة قد فاز من جاءها سعيدا وشهيدا، والبسوا حلة من الكفن الغالي وبيعوا الحياة بيعا مجيدا، وخرجوا وانتصروا وهزموا الإنجليز. فالمسلم بقوته وبإيمانه وباتصاله بربه وباتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أقوى.